بعد كل حاجة ما سعرها زاد هقولكوا على خطوات لحياة صحية على قد الميزانية. أحسن أماكن ممكن تشتروا منها خضار أو فاكهة هي العربيات اللي بتكون في الشارع. أول سبب عشان حاجتهم بتكون طازة وفي الموسم وبتخلص بسرعة ومش مركونة كتير. تاني حاجة بتكتشفوا عندهم حاجات جديدة ورخيصة، عشان لو عجبكم طعمها ممكن تجيبوه منها مرة تانية وبعدها تشتروا كميات أكبر وتخزنوها وهكذا. في بعض الأحيان ممكن تضطروا تجيبوا من أماكن كبيرة وده بيكون عادي جدا طالما في الموسم بتاعها، زي البابايا مثلا أو الخس الأحمر أو القرنبيط البنفسجي أو الفراولة بجودة عالية مثلا من الحرنكش والنبق. والعكس ما تحاولوش تجيبوا أي حاجة مش في الموسم بتاعها لأن طعمها هيكون مش قد كده وفوائدها مش عالية قوي، وده ميكس الحاجات جايباها من هنا وهنا وفي نفس الوقت الميزانية ما باظتش مني. حاولوا كمان تعرفوا طرق التخزين الصح لكل حاجة علشان تعيش معاكوا فترة أطول وتستخدموها في كذا حاجة. قولولي لو بتحبوا تجيبوا الخضار متغلف كده ولا الخضار على عربيات. المهم تكونوا بتاكلوا خضار كل يوم وبالهنا والشفا.